دي بقى أكلة المستعجلين واللي زهقانين. ويلا بينا على الفيديو، وانتي داخلة معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركة. اول حاجة معايا 500 جرام من السجق ومقطعهم بالشكل ده. هننزل عليهم بحبتين بطاطس متقطع بالشكل ده، وحبتين فلفل وحبتين بصل كلهم متقطعين بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده، وملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة. وبعدين هنقلب كل ده مع بعض، وما ننساش كمان هنحط معلقة توم صغيرة. بعدين نكون مدوبين معلقة صلصة كبيرة معلبة في كوباية مية، كوباية الا يعني مش كوباية مليانة، وهندلقها عليهم. وكمان حطيت نص كوباية من الصلصة، صلصة عادية بيتي، عصير طماطم يعني، بس هو تقيل شوية علشان انا مفرزاه يعني مش عصراه على طول وحطاه فريش. عليهم شوية بسيطة قوي من السمن، حابة تحطي حابة مش حابة مفيش مشكلة، كده كده السجق هينزل كل بهاريزه. ما ننساش بقى نغطيها وندخلها على الفرن على طول على درجة حرارة وسط، ونتابعها. اول ما تستوي معانا هنشيل الورق الفويل ده وهنشغل عليها الشواية. حابة تحطي جبنة موتزاريلا زي ما هعمل كده حطي، مش حابة وحابة تسيبيها زي ما هي مفيش اي مشكلة. بعد ما حطيت الجبنة دخلتها على الشواية على طول، خدت معايا اللون الجميل وطلعتها على طول. اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده، والطعم مش هقولك عليه، هتعرفي لما تجربيه. واتمنى اكون قدرت افيدكم، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.